بص يا معلم، بيبدأ الفيلم بطفل صغير عنده 5 سنين اسمه بيت، وبيكون راكب عربية مع أبوه وأمه في رحلة برية للغابة. وبيكون بيت بيقرأ قصة عن كلب اسمه إليوت، وفجأة بيطلع غزال على الطريق وأبوه بيحاول يتفاداه، لكن بتتقلب العربية وبيعملوا حادثة. وبعدها بيخرج بيت من العربية، لكن للأسف بيكون أمه وأبوه ماتوا في الحادثة. وبيكون بيت خايف جدا عشان لوحده، وبيسمع صوت ذئاب حواليه، فبيطلع يجري في الغابة، وفجأة بيلاقي نفسه متحاصر بمجموعة ذئاب، وبيكونوا على وشك إنهم يهجموا عليه. لكن في آخر لحظة الذئاب دي بتخاف من حاجة مجهولة وبيهربوا بسرعة. وفجأة هنا بيلاقي تنين عملاق لونه أخضر قدامه، فبيخاف بيته وبيسأله هو هياكله ولا لأ، لكن بيلاقي التنين بيساعده وبيمدله إيده، فبيطلع بيت على إيده وبيطير بيه التنين لفوق. وبعد 6 سنين بنشوف شخص عجوز عايش في مدينة قريبة من الغابة، وبيكون قاعد مع شوية أطفال وبيحكي لهم عن تنين أخضر عملاق، وبيقول لهم إن التنين ده عايش في الغابة ومحدش من أهل المدينة شافه، عشان كده مش مصدقين إنه موجود. وفجأة هنا بتيجي بنته جريس وبتطلب منه يبطل يخوف الأطفال، وبتقول جريس للأطفال إنها شغالة حارسة في الغابة وبتروح هناك كل يوم وما بتشوفش تنانين، لكن أبوها بيكون مصمم إن التنين ده حقيقي. وفي نفس الوقت ده في الغابة بنشوف بيت بيطارد أرنب عشان يصطاده وياكله، وبيقدر بيت يصطاد الأرنب وبيلاقي دب عملاق وراه، فبيزعق بيت في الدب وبيخاف الدب وبيمشي من المكان. وطول السنين دي بيكون بيت عايش مع التنين في الغابة، وبيكون هو والتنين بقوا أعز أصدقاء، وبيكون مسمي التنين إليوت على اسم الكلب اللي كان بيقرأ قصته زمان. وبيفضل بيت يلعب مع إليوت في الغابة وبيستمتعوا بوقتهم. وبيكون إليوت عنده القدرة على التخفي وبيقدر يغير لونه ويستخبى وسط الأشجار. وبيجي تاني يوم وإليوت بيطير ومعاه بيت كالعادة، ولكن بيت بيلاحظ إنهم بعدوا عن المكان اللي عايشين فيه. وفجأة هنا بيشوف جريس قدامه في الغابة، وبيفضل يراقبها من بعيد لحد ما بتنشغل في حاجة، فبيروحش لشنطتها وبيسرق منها البوصلة. وبعدها بيجي زميلها في الشغل وبيقول لها إنه لقى الحفار، فبتروح جريس للحفار وبتاخد المفاتيح وبترميها بعيد، وده عشان في شخص بيستخدم الحفار في قطع الأشجار، وهي دورها الحفاظ على البيئة. وبعد ما بتمشي جريس بيروح بيته وبياخد المفاتيح، وبيجي إليوت وكان هيدمر الحفار بالغلط. ولما بيت بيفتح البوصلة بيشوف صورة جريس وهي صغيرة مع أبوها وأمها. وبيجي الليل وبيحاول بيت يستعيد ذكرياته زمان مع أبوه وأمه، وبيحاول يقرا قصة الكلب إليوت اللي معاه، لكنه ما بيعرفش عشان مش متعلم. وبيجي تاني يوم وبيصحى بيت على دوشة بره، ولما بيطلع يشوف مصدر الصوت ده بيلاقي مجموعة أشخاص بتقطع الأشجار اللي حواليه، والمسؤول عن عملية قطع الأشجار دي واحد اسمه جافن، وبيكون معاه أخوه جاك. وجاك ده يبقى جوز جريس. وأثناء ما بيكون بيت بيراقبهم بتشوفوا بنت صغيرة اسمها ناتالي، وناتالي دي تبقى بنت جاك وجريس، وبتتكلم مع بيته وبتسأله عندك كام سنة، فبيقول لها 5 سنين، ودي آخر حاجة فاكرها. فبتقول له ناتالي إن مستحيل يكون عنده 5 سنين لأن شكله أكبر بكتير. وفي اللحظة دي بيجي جاك وجريس عشان يطمنوا على بنتهم ناتالي، فبتقول لهم إنها بخير وكانت بتتكلم مع الولد ده وبتشاور على بيت. وبتلاحظ جريس إنه لابس البوصلة بتاعتها، فبتحاول جريس تاخد منه البوصلة، فبيجري بيته وبيحاول يتسلق شجرة، لكن جافن بيمسكه وبيوقعه على الأرض. وفي الوقت ده بيكون التنين إليوت بيدور على صاحبه في كل مكان، فبيحاول ينادي على بيت، لكن جافن بيسمع الصوت من بعيد وما بيقدرش يحدد ده صوت ايه. وبيفضل إليوت يدور على بيت لحد ما بيوصل لمكان العمال. وفي الوقت ده بيفوق بيت من الإغماء وبيلاقي نفسه في المستشفى، وبيسمع صوت جريس بتتكلم بره الأوضة مع ضباط شرطة عنه، فبيقول لها الضابط إنه أكيد عايش في الغابة بقاله مدة كبيرة. وأثناء ما هما بيتكلموا بيحاول بيت يفتح شباك الأوضة ويهرب، ولما بتدخل ناتالي تطمن عليه ما بتلاقيهوش في الأوضة، فبتبلغ أمها والضباط إن بيت هرب من المستشفى. وبيكون بيت عمال يجري في الشوارع ومش عارف يروح فين لحد ما بيلاقي اتوبيس مدرسة، فبيتشعلق في الاتوبيس ده وبيطلع فوقيه وهو بيتحرك، وبيلاقي ضباط الشرطة جايين وراه بعربية وبيقربوا منه، فبيهرب بيت منهم وبيحاول يبعد عنهم. وبتيجي هنا جريس والضباط وبيمسكوه، وبتتفاجئ جريس انه عمال يعمل صوت ذئاب بطريقة غريبة. في نفس الوقت ده في الغابة بنشوف جافن واخد العمال وبيدوروا على الحيوان اللي عمال يعمل صوت غريب، وبيكون إليوت متخفي وسطهم وبيراقبهم وهم مش شايفينه. واثناء ما هم بيدوروا بيشوفوا اثار رجلين تنين، فبيتصدموا جدا وبيعرفوا انهم مش بيدوروا على حيوان عادي. في الوقت ده بتكون جريس خدت معاها بيت للبيت بتاعها عشان تعرف حكايته، وبتدخل جريس تتكلم مع جاك وبتقول له انه هيفضل موجود لحد ما يكتشف هو جاي منين، وبتقول له انها جابته البيت عشان يتعامل مع ناتالي بحكم انها في نفس سنه عشان يطمن. وفي الوقت ده بيكون جافن وصل للكهف اللي التنين وبيت بيناموا فيه، وبيلاقوا في الكهف قصة الكلب اللي كان بيت بيقراها، وبيعرفوا انه كان عايش في المكان ده. واول ما إليوت بيشوفهم خارجين بالقصة بيهجم عليهم، فبيخافوا كلهم وبيركبوا العربية وبيهربوا فورا. اثناء ما بيكونوا بيهربوا بيكون إليوت طاير فوقيهم وبيراقبهم. في نفس
نفس الوقت ده بتكون ناتالي بتعلم بيت كل الحاجات اللي ما يعرفهاش، وبعدها بيقعد بيت مع جريس وبيحكي لها عن صديقه إليوت، وبتسأله إليوت ده شخص زيهم، فبيقول لها لا. وقبل ما يكمل كلامه بيجي اتصال لجريس من ضابط شرطة، وبيعرفها انه عرف كل حاجة عن بيته، وبيقول لها عن الحادثة اللي عملوها زمان. في نفس الوقت ده بيكون إليوت ماشي ورا عربية جافن لحد ما بيوصلوا للمدينة، وفي الوقت ده بيكون بيت رسم رسمة وبيقول لناتالي ان هو ده صديقه إليوت. فبتستغرب ناتالي وبتقول له ان ده تنين، والتنين دي حاجة اسطورية ملهاش وجود اصلا. وبتبدأ ناتالي تغني اغنية التنين اللي ابوها كان بيغنيها لها وهي صغيرة. وبعدها بتدخل جريس عشان تتكلم مع بيت عن الحادثة، فبيقول لها ان اخر حاجة قالها ابوه انهم خارجين في مغامرة، ولما بتلاقيه متأثر بتواسيه وبتوعده انها تفضل جنبه. فبيقول لها بيت انه مش وحيد لان معاه إليوت صديقه المقرب، ولما بتسأله مين هو إليوت بيوريها الرسمة المرة دي. وبعدها بيوصل جافن بيت اخوه جاك وبيقول له انه شاف تنين في الغابة، وطبعا جاك ما بيصدقوش، فبيتضايق جافن وبيمشي عشان اخوه مش مصدقه. في نفس الوقت ده بتكون جريس معاهم وبتتأكد ان في تنين فعلا. وفي الوقت ده بيكون إليوت وصل بيت جاك، ولما بيبص من الشباك بيلاقي بيت قاعد مع جاك وأسرته، وهنا بيتأثر إليوت جدا وبيقرر يسيب بيته ويمشي. وبعدها بيرجع للغابة وبيكون باين إن هو حزين. وبعدها بتروح جريس بيت أبوها وبتتكلم معاه عن بيت والتنين، وبتطلب منه يحكي لها قصته الحقيقية مع التنين. فبيقول لها إنه كان في الغابة زمان واتفاجئ بتنين واقف قدامه، وساعتها هو اترعب جدا وطلع بندقيته وحاول يضربه بالنار، لكن ما قدرش لأنه وقتها حس إن التنين ده طيب ومش مؤذي. فبتتأثر جريس من كلامه وبتحس ان إليوت كائن استثنائي. وبيجي تاني يوم وجريس بتاخد ابوها وبنتها والطفل بيت عشان يقابلوا التنين إليوت. وفي نفس الوقت ده جاك بيعرف ان اخوه راح الغابة عشان يصطاد، وبيكون بيت واللي معاه وصلوا للكهف وبيستنوا بره. وبعدها بيخرج بيت من الكهف ومعاه إليوت، وإليوت بيقرب لهم ببطء عشان يفهمهم انه مش هيأذيهم. وفي الوقت ده ناتالي بتهدى وبتقرب منه، وفي اللحظة دي بيتفاجئوا بجافن داخل عليهم ومعاه شوية صيادين وبيضربوا التنين بطلق مخدر. وبيحاول إليوت يهرب منهم لكن بيقع على الارض وبيغمى عليه. وبيوصل جاك وبيسأل اخوه عن اللي بيحصل، فبيقول له جافن ان هو اصطاد التنين، وبياخدوه في شاحنة كبيرة وبيحبسوه في مخزن. فبيتصل جاك بالشرطة وبيبلغهم باللي حصل وبيطلب منهم يجوا في اقرب وقت. اما بيت بيكون حزين جدا وقاعد ساكت ما بيتكلمش مع حد، رغم ان ناتالي بتحاول تواسيه وبتيجي جريس تواسيه برضه. وبعد كده بتيجي الشرطة وبيتكلموا مع جافن بخصوص اللي حصل، فبيقول لهم جافن انه اصطاد التنين ودلوقتي هو بتاعه ومش من حق حد ياخده منه. وفي نفس الوقت ده بيكون بيت وناتالي دخلوا المخزن من غير ما حد ياخد باله، وقفلوا الباب من جوه وبيحاولوا يحرروا إليوت. وهنا جافن بيكسر الباب عشان يدخل لكن ما بيلاقيش اي حد ولا بيلاقوا التنين، وبيكون بيت وناتالي مستخبيين جوه المخزن. فبتقفل جريس عليهم الباب وبتروح لجاك وبتطلب منه المساعده. وبعدها بيجي ابو جريس يساعد بيت وناتالي وبياخد الشاحنه الكبيره وبيهربوا بيها. وهنا جافن والصيادين بيشوفوا الشاحنه فبيمشوا وراها، وبيبدا هنا إليوت يحاول يطير وبيقف على جسر وبيدمر العربيات اللي بتطاردهم، لكن الجسر بيتدمر بيهم كلهم وكلهم بيقعوا. وبعدها بيطلع إليوت مره تانية وبياخد بيت على ظهره وبيروح بيه للكهف اللي عايشين فيه، وبيخلص الفيلم على كده.